احنا الى عهد قريب كان هذا دورنا ووظيفتنا، ائمتنا واصحابهم وعلمائنا الابرار، هذا كان وظيفتنا، نطيح حظ عائشه وابي بكر وعمر والى اخره، هذا كان وظيفتنا، هذه كانت وظيفتنا الى عهد قريب. آخر 50 سنة شنو صار هاي 50-60 سنة التي مضت؟ تقهقرنا عن أداء هذه الوظيفة بعناوين براقة، بعنوان وحدة إسلامية وما أدري شنو، يعني كلمة حق يراد بها باطل. يقول لك ميثاق شرف، طيب ميثاق شرف على شنو؟ على الذبح الحق. شنو معنى تسوي ميثاق شرف بينك وبين المخالف على أنه ما حد يتطاول على رموز الآخر؟ شنو هو المخالف يطاول على رموزنا؟ إلا الشذاذ، وهي مسألة مفروض متفقين عليها. إذا معنى ذلك أنه بس أنا دا أدفع ما دا أشتري، أنا فقط اللي لازم ما أتكلم على أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه. هو زين، وبعدين هو في المقابل يستمر بإعلامه قاعد صاعد نازل يمتدح بهؤلاء ويرفع شأنهم، وأنا محروم، ما يحق لي أبدا أن أتكلم ضدهم. فهو يكتسح الأجواء إلى درجة حتى ابني ما أقدر أسيطر عليه، لأنه ابني يروح بمدارسهم ويسمع إعلامهم، مو هالشكل، القنوات لهم، له حق يذكر فضائل أبي بكر عمر عائشة ليل نهار، هذا السم يروح يزرقه في شنو؟ في أذهان الناس ليل نهار، تعبئة، وهو كل الأجواء له، كل الحرية له، ومستحيل وممنوع ومن أكبر المحرمات أن صوت واحد معارض لأبي بكر وعمر وعائشة يتكلم، صوت واحد. لا في المدارس مسموح أن تعرض وجهتا نظر في المناهج الدينية مثلا، لا في الإعلام مسموح، قناة وحيدة طالعة في لندن. شوف شو يسوون بينا، والله شوف شو يسوون بينا. خلوا صوت واحد على الأقل، صوت واحد معارض يعرض وجهة نظر أخرى، يقول أيها الناس ترى هذا التصور عن هاي الشخصيات إنها شخصيات عظيمة وعمالقة في الإسلام وشخصيات تقية وبرة وإلى آخره مو صحيح، هؤلاء منافقون. خلوا يعرض هذا وجهة نظر، هذا يعرض كل واحد يعرض بضاعته مثل ما يقولون، خلي الناس هي تختار. ليش تكميم الأفواه؟ ميثاق شرف، مو ميثاق شرف، ميثاق خزي، هذا ميثاق خزي. وأنا أدري المخالفين ما راح يقبلون، حتما ما راح يقبلون. كلما تتنازل لهم أكثر كلما يعني كفخوك أكثر. رد عليه العقور اليوم شيخنا، رد عليه شلون؟ سكت اليوم؟ حط جزء من الخطبة ورد عليه اليوم. فشنو الفائدة يا أخي؟ يعني شنو هالمذلة؟ هيهات منا الذلة على الطل. والله على الطل ماكو شيء، هيهات منا الذلة. شنو هيهات منا الذلة؟ تقولون شعارات أئمتنا عليهم السلام ما تترجمونها إلى الواقع. يا أخي أنت صاحب حزب اللي أرعبت الكيان الصهيوني، الآلة الترسانة إلى آخره. يعني عجب أنت أمام الصهاينة ما تخاف، أمام أمريكا ما تخاف، أمام المخالفين تصير كتكوت، تصير فأر أمام المخالفين. شنو هالعقدة؟ ليش هالعقدة النفسية المنهزمة؟ ليش النفسية المنهزمة عند الإنسان الشيعي تجاه البكري؟ ليش البكري عندنا رعب؟ ايش صاير؟ ها أنتم رأيتم، إحنا كشفنا قناع التقية، مو هالشكل؟ كما أيضا في هذا العلم لفظ حتى في بعض الروايات يعني للعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام كما يقول سليم بن قيس الهلالي عليه الرحمة والرضوان، يقول وأمير المؤمنين كشف التقية وباح بالأمر وكشف التقية. ابحثوا عن هذا اللفظ. صح باح بالأمر وكشف التقية أو ترك التقية. زين، شنو صار في ذلك الموقف بعد معركة الجمل وإلى آخره؟ يقول بان الوجوم على وجوه الناس انقبضت، ما تحملت. أمير المؤمنين طيح حظ عائشة كل صار، ولكن مع مرور الوقت تقبلوا القضية. أمير المؤمنين عنده حجج براهين، هو لازم كلمة الحق في البداية تسبب ردة فعل وتسبب نوع من يعني الغضب عند الطرف الآخر المخدوع، ولكن مع مرور الوقت وكلما تسلحت بالحجج والبراهين أكثر كلما نجحت أكثر. أمير المؤمنين أقام البرهان على أنه عائشة،
ضالة، على أنها مضلة، على أنها يعني أجرمت في الإسلام إلى آخره. خطب طويلة ارجعوا إليها، موجودة هاي الخطب، ما حد سامعها. الشيعي إذا كلش مثقف حافظ له سطرين من الخطبة الشقشقية، كلش هم هذا مثقف، كلش مثقف هذا. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. كلش هذا يعتبر نفسه مثقف ويمشي هالشكل، يعني رافع راسه لفوق، يعني فاهم يعني. عرفت شلون؟ طيب يا أخي، هاي قريت أنت الخطبة الشقشقية وعرفت أن أمير المؤمنين يدين بها أبا بكر وعمر وعثمان، ليش ما تقرأ خطبة الوسيلة؟ ليش ما تقرأ الخطب الأخرى التي أمير المؤمنين يدين بها عائشة بصراحة وبالاسم؟ هسه الخطبة الشقشقية حتى ما بها أسماء، فيها فقط ابن أبي قحافة، والباقي يقول ثاني القوم ثالث القوم، مو هالشكل يعني، يعرض بهم، لأنه أحيانا الكناية أبلغ من التصريح. أكو عندنا خطب أخرى عصماء لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ينال فيها من عائشة بأحد لسان في بطون الكتب، ما حد يعرف عنها شيئا. بليتنا مع الناس عظيمة.